مرحبا، كيفكن؟ اليوم بدنا نعمل برجر بس حنعمله بطريقة مختلفة وهون بالبيت. أنا عجنت عجينة مثل ما شايفين. العجينة فيكن تشوفوها بالفيديو اللي عملته قبل. تعرس فيها بعلبكية، بس زدت عليها شوية ملح. هلأ خليكم معي لتشوفوا كيف بدي أعملها للبرجر بالعجينة. أول شي بفرد العجينة بالشوبك. هلأ هون من بعد ما فردتها بهذا الشكل كتير منيح، بدي احط بقلبها الصوصات. فيكم تنقوا اي صوص انتو بتحبوه. في عندي هون انا خردل، كاتشب، باربيكيو، اوكي. هلا بدي احط انا قالي على جنب، قليت على جنب بطاطا مقلية، بحطهم بهذا الشكل. أكيد البرجر اللحمة بكون قليتها وجاهزة. برجع بزيد عليها الجبنة بهيدي الطريقة. فيكم تحطوا أي شي انتو بتحبوه بقلبها. هلا برق عجينة تانية، وبحطها على العجينة الأولانية، بحطها بهذا الشكل، شكل اني غطي كل شي انا حطيته. هلا ببلش بقص الاطراف. وبدق العجينة بهيدا الطريقة. وهلا بدهن عجة الحليب والفانيليا، واخر شي بحط جبنة الموتزاريلا. وهيك بيكونوا صاروا جاهزين عنا ليفوتوا على الفرن. وهيدا هو شكل البرجر من بعد ما خلصت. بخبركن على الريحة والطعم شو طيبة. وعملت حتى انا سلطة ملفوف، شوية بطاطا. ما تنسوا تجربوها، وما تنسوا تعملولنا لايك وسبسكرايب للصفحة عشان يوصلكم كل جديد.